الخير. صباح النور. استاذة هبة؟ ايوه. هبة 24 سنة مظبوط؟ تشتغلي مذيعة؟ هبة أنا مدير من برنامج الأستاذ جورج قداح، بدي دعوة حضور البرنامج. اوكي. قولي لي قبلتي الدعوة؟ اوكي اكيد قبلت الدعوة. إن شاء الله. أستاذ جورج، هبة قبلت دعوتك وإحنا في انتظارها إن شاء الله. شكرا. باي باي. اهلا اهلا بهبه، كيفك عيوني؟ كيف صحتك؟ اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. كيف الصحة؟ والله الحمد لله. زميلي هبه مذيعة، وين مذيعة؟ عملي انا كنت بشتغل بسوريا الغد، وهلا ان شاء الله بالبغدادية. ان شاء الله بالبغدادية. بالبغدادية. اهلا وسهلا فيكي هبه. الك زمان بتذيعي؟ لا ما كثير، يعني شي سنة. سنة بس، مش كثير. بعدي صغيرة. ايه منيح منيح، الله يوفقك. ومبسوطة بهالمهنة؟ اكيد طبعا. اكيد. وعندك معجبين ومعجبات لا هو وناس من دون بيكتبوا هالمهنة لي عندي معجبين على ومعجبات. الفيسبوك، على التويتر، شو؟ يب الحمد لله. الحمد لله. شو اخبار الاهل؟ والله تمام بيسلموا. وين عايشين؟ هون بمصر. بمصر. وانتم من وين اساسا؟ انا من سوريا. من اي بلد؟ من اي منطقة بسوريا؟ زبداني الشام. من الزبداني، ريف الشام. اهلا وسهلا. أهلين. طيب يمكن عم تتساءلي انه ليش جيتي لهالاستوديو، ليش انا وجهت لك دعوه؟ والله انت قل لي ليش. بدك اقول لك ليش؟ عندي عرض لك. عرض عن جد؟ اشتغل معك. تشتغلي معي؟ تشتغلي معي؟ اشتغل معك، هذا العرض اللي تقدمني اياه. اهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. ليكي هذا البرنامج مختلف، يعني مش لا برنامج مسابقات ولا برنامج حوارات ولا شيء. هذا البرنامج انساني، له طابع هيك خير. خير. ايه، وانت بتعملي خير. اكيد. بتحاولي، أي يعني كل إنسان واحد بالدنيا منا بيحاول كل واحد إنه منا يعمل خير. بس مش مطلوب منك تعملي خير. شلون؟ شلون؟ رح اقول لك شلون. في شخص غيري انا دعاكي، بس دعاكي بواسطتي. تمام. ايه، بدك تعرفي مين دعاكي؟ ايه اكيد بدي اعرف. اكيد. طلعي بهالشاشه. هاي. عجبتني. عرفتي؟ ايه اكيد عرفته. بكر. ايه. بكر باشا. اهلين. طيب ليكي بكر، هو بكر دعاكي. ايه. وبكر خبرني القصة، بس بحب اسمع أنا روايتك بالأول. إنما قبل ما نحكي سوا بعت لك رسالة بكر. تمام. بدي أقرأ لك إياها. بالرسالة بيقول لك: حبيبتي هبة. هي مثل مسرحيات فيروز. حبيبتي هبة، أنا أعرف أنني أخطأت في حقك. ظننت أنني أملكك لمجرد أني أحبك، لكنني كنت أخاف عليك وأخاف من فقدانك. أنت مذيعة ناجحة، ولو كنت مكان كل من يتعامل معك لأحببتك على الفور. وكيف لا وأنا شخصيا لم أستطع الفرار من هذا الحب. صحيح يا هبة أنك تظنيني كذبت عليك في البداية، لكنني والله سأرسل لأهلي في العراق. بالفعل لو وافقت الآن وسامحتيني ودعينا نبدأ صفحة جديدة. وأرجو أن تقبلي الزواج مني. قلت لك عندي عرض. حسبت منك. وأرجو أن تقبلي الزواج مني، وها أنا أطلب هذا أمام الدنيا كلها. نحن نستحق بداية أخرى، فلا تبخلي علينا بها. وأوعدك أن أصبح مثل ما تريدين، ولكن لا أستطيع أن أعدك بالكف عن حبك. وأنا في انتظار كلمة واحدة منك يا هبة تجددي بها أملي وحياتي. كلمة هي المسامح كلمة. هاي رسالته. متيم الأخ. خبريني شوي عن العلاقة أنت وياه.
في علاقة جدية كانت؟ يعني هو بكر انا تعرفت عليه من خلال شغلي صحيح. وطلب ايدي للزواج. نعم حال حكي. هذا اللي خبرنا اياه. ايه بكل احترام وبخوف الله ايه. ايه بعدين بعدين قلت له اوكي اعطيني فرصه وقت افكر. قلتي له- شرح لي ظروفه انه نعم. اهله موجودين وهيك وظروف كتير انه غير اللي انا بعد هيك اكتشفته بالصدفه يعني. من خلال زملائي انه لا بكر ما اهله مو معه. اهله بكر اصلا يعني كان قبل هيك خبرني يعني ما طالب كذب. بالايد نعم. اكثر يعني اكثر حدا غيري. فانا حسيت انه هو يعني مو عم يخدعني وبس، لا هو واحد بده يتسلى، عرفت؟ سلة. نعم. وانا شفت انه لا انا مو هالشخص اللي المفروض يتساوى معه هيك. برافو. فلما حكى معي حكيت معه اللي فيه النصيب. نعم. حكيت معه اللي فيه النصيب يعني قلت له لا انت واحد كذاب وهيك. بهدلتيه فينا نقول. بهدلته. ايه. انا ما بدي اقول مشان هو هون يعني. ايه. بس رجع انه سامحيني وما سامحيني وهالقصص وخلاص. قلت له انا ما خرج. بلش انه يغار غيره غير مبرره يعني انه لا ليش عم تحكي مع هذا، ليش ما بعرف شو. فصار بيناتنا مشاكل كثير، سبب لي حتى مشاكل بشغلي يعني. من غيرته. ايه يعني لانه فهمت انا من رسالته انه بغار يعني كان بده يمتلكك. ايه بس يعني هالشيء بالموافقه بين الطرفين يعني. بس زاد فوق فوق الحد انه سبب مشاكل يعني. نعم. وانا لا ما بحب هيك. ايه. شو خدعك بغير قصة اهله؟ هل في شيء شغلات ثاني؟ كثير، انه مستوى المادي، انه ما بعرف شو رح ساوي عرفت؟ واكتشف انه هو حاكي هيك لعالم كثير يعني بنات؟ ايه بنات مثلك يعني؟ انه ايه قالوا وحده مثلا قالت لي انه ايه بكر لا هذا بكر عادي يعني كان متقدم لي من قبل. وعد غيرك بالزواج ايه انه هذا اللي انا عرفته من العالم يعني. صحيح. بأنستي انت خلص خفتي. ايه مو قصه خوف، انه انا بكل حالات يعني كنت عم فكر وهو اخذ الموضوع بشكل انه احتوائي. خلاص انت عم تفكري معناتها انك موافقه انك نحن سوا نحن. انت ما اعطيتيه جواب. بلش انه بس ما اعطيتيه كلام رسمي. انه جواب رسمي. انا كنت قلت له طيب اوكي أوكي. خلينا بس انه نشوف انه نتعرف على مع بعض او ايه. لا. بعدين اكتشفت هالاكتشافات العظيمه من قبل اي شيء يعني. بالعاده الوحده بتكتشف بعد الزواج كل المصايب، بس هو ما شاء الله عليه مصايب ولا. اكتشفتيها قبل؟ لك يا بكر؟ انا ما اعرف هي ايش اكتشفت. اكتشفت؟ رايح واعد كذا بنت بتقول لهم انه انا بتزوجكم وراح اجيب لكم اهلي من العراق لا. ولو؟ لا مستحيل. بس هي هذا الكلام اللي وصلها اللي غلط، اللي هي فاهمه وجهه نظر الناس ان هي صح وانا غلط. طيب صح. هلا اني جاي تقول لك كلام يا بكر. نعم. هلا جاي تقول لهبه كلام وطلبت بهالرساله ما شاء الله عليك بلغتك الفصحى وطالب يدها وبدك تتزوجها. طيب. بس ما بعرف بدك تحكيها كلام جدي شوي مش لا هي عارفه انه انا عندي طريقه بتعامل معاها انه دائما يكون الجو فرفشه بيننا. فهي حتى لما شافتني ابتسمت، بس هي ابتسمت حقدا انه هي خلاص انه هي واخذه قرار انه هي ما راح تكلمني. يعني احنا يعني حتى في زعلنا انه في قرارات ان انا واخذ قرار انه لازم ترجع لي، وهي واخذه قرار انه هي ما راح تكلمني. طيب. وانا اليوم اطلع من هذا الاستوديو وهي مسامحتني. ضل بيته. طيب بس يمكن تسامحك بس ما بدها ترجع لك. والله لا هي ترجع لي ومسامحتني. انا عارف ان هي ايه الانسانه اللي جواها. يعني انا ما بعرف انت براسك شيء وخلاص انه هذا هو العالم. اي طبعا انا عندي قرار وعندي ثقه بنفسي وشايف نفسي ان انا صح. مهضوم؟ بتلاقيه مهضوم ها؟ كثير. مهضوم كثير؟ بيضحك. طيب احكي معه. بدك يعني سامحك على شو طيب؟ انت لازم تسامحي. عاجزة عن الحكي بصراحة. انت شوفي انت الكلام اللي وصل لك غلط،
ايه انا متابعك عشان انا رايدك، وانت عارفه ان انا بتابعك لهذا الشيء. اوكي، بس ولا انا كنت قلت لك بسألك. انه خلاص يعني كل واحد كل شيء اسمه نصيب. ماشي، بس هذا سعي مني، ان انا في شيء عايز اوصله، إن لازم اسعي عشان يعني اوصل هو للهدف اللي مجرد أريده. انه انت بتسعى، نعم. انت بس عم تسعى. لا بس انا ان شاء الله اوصل. وانت حتسامحيني اكيد، يعني انت مو بهالقساوه. أنا طيب متأكد. يعني خلال هالفترة يا بكر، يعني ليش ما فكرت انه ترتبط بحدا تاني يعني؟ لا هو هذا الشيء يعني يعني شوفي احنا مو كل علي الكلام- صوتك. مو كل الكلام احنا راح نتكلم فيه هنا في الاستوديو، يعني اكيد بعد ما نخلص حنتكلم ولما نروح سوا مع بعض، صح؟ لا ما رح نروح سوا مع بعض، نعم. ما رح نروح سوا مع بعض يعني. ما بعرف، انت اخذ الموضوع بالمزاح لا احنا بس لا مش إذا مزح، بنحكي- لا اسمحوا لي. اذا بنحكي عن جد بلاش لا. نطلع الرجال. ابتسامة. مش مزح، في مصير يعني جاي. في عندك غايتين من مجيئك الى هون. اولا انك تقول لها تسامحني وتعذرها، ثانيا اذا قدرت واذا هي حابه ترجعوا لبعض وعندك مشروع زواج. بقى خلينا نبدا خطوه خطوه. طيب اول خطوه بدها تسامحك، بتسامحيه على اللي تصرفوا معك، يمكن ما ضايقتي. بسامح كذاب، ما بسامح كذاب. ما بتسامحي كذاب، تعتبريه كذاب. ايه كذب عليكي بس بقصه اهله يعني. خدعني، مو كذب علي وبس. هي هو كان عم يمارس خديعة علي، وانا كله انه حدا يستهين فيني او يستهين بذكائي، او انه هي شغله كثير حساسه. كثير من الشباب هلا عم ياخذوا انه اوكي انا بحبك بدي اخطبك، فبيجي يخطبني من دون اهله وكانه عرض لانه يصاحبني بس بشكل شيك يعني. لا انا ما كان هذا. فلا انا هالمبدا بالنسبه لي مرفوض. قلت له، سالته اول هذا شيء طبيعي، برافو عليك. اهلك لازم يعرفوا. قال لي ايه اهلي هون. اذا هو يعني كذب. كأن بديت غلط العلاقة. ايه بدي غلط من أساسها يعني. هو يعني بدها، وفي سوء هو تفاهم، بدها. هو مبنية بدها. على سوء تفاهم. هو معتبر انه بتحبيه وكذا، وانت لا، انت عم بتشغلي عقلك أكثر. لا هي مجرد ان هي متسرعه شويه باتخاذ القرار. هي متسرعة. متسرعة انت ما بالحق. تسرعت يعني بالاول. لا انا في الاول انا كان هدفي واضح، انه انا مثلا داخل كان هدفي واضح، بس هي متسرعه بالرد. يعني مثلا هي ممكن تكون نادمه، يعني حسب ما وصل لها فكره علي، يعني انه انا بهاي البشاعه يعني. ممكن يكون لها يعني ممكن تكون نادمه عشان قالت انا اوكي انا موافقه بالاول بس خلي اهلك يجوا. هي هسه ممكن تكون نادمه على هذا الشيء، بس هو ماكو اي داعي للندم، انه انا مو الانسان ممكن الكذاب. تكون نادمة، يا حا موجودة، اسألها نادمة انت شيء؟ نادمة على شو؟ عشو؟ نادمه ان انت قلتي لي ان انت موافقه في الاول، يعني هذا اول شيء من القرارات اللي انت تسرعتي فيها. طيب هو صح كان من صالحي بس انت سرعتي فيها، بس ما اعطيتيني فرصه انه بمرور الايام راح اقول لك يابا في وضع في العراق انه اهلي ما راح يجون، هسه راح يجون. اي مرور ايام انه نضل مثلا شي سنه سنتين متصاحبين بعدين تقول لي على فكره. حتى الانسان لما يبتدي يزحف وبعدين يوقف وبعدين يمشي، يعني يعني في مراحل في الموضوع. طيب هيدا الموضوع تقلكم شغله. هلا راح نضلنا بجدل بيزنطي بسموه، هيدا ما بيوصلنا لنتيجه، كل واحد من ميل. انا بعتقد العلاقه كلها مبلشه غلط. انت كان عندك افكار بكر، افكار تانية هي مش وارده عندها. بتصور يعني هبه عقلها طاغي على قلبها، يعني ما كان عندها مشاعر، يعني فكرت بالموضوع مش هيك؟ يمكن استلطاف، بس انه ما كان في حب، ما هيك؟ لا هلا اجى هالشاب، اجى امام الملايين، اجى يعتذر منك ويحاول محاولة يمكن اخيرة يسترجعك بعد سنة من القطيعة. بتحبي تعذري؟ قولي له عذرتك. بقى ما بدك ترجعي له، ما بدك، قولي له انا لا مني. هذه قصة بتتعلق بمستقبلك بمصيرك، نحن جميعا هون ما فينا نتدخل، هذه حياتك انت، بقى بتقرري حياتك وانا بكون سعيد بالقرار اللي انت بتاخديه. طيب شوف يا بكر، انا بحترمك وما بدي انك تاخذ حكي بشكل مختلف. هلا عم اقول لك من قبل ما احكي بحترمك وبعزك وانت انسان كتير محترم، لكن انا ما بحب حدا يتجاوز حدوده معي. كل انسان انت بتعرف هالشي منيح، ان انا بحط له حدود. انت اجت فتره تخطيت هالحدود، تمام، وانا ما بسمح بهالشي.
بالنسبة لقصة انه نرجع او هيك، هاي القصة مرفوضة بالنسبة لي. هاي القصة مرفوضة بالنسبة لي. مرفوضة بالنسبة لك، فإذا خلص هذا جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي. هاي القصة يا بكر ما تبخزنا، مرفوضة. أنا بدي أتشكرك. تسلم. بتشكرك على مجيئك وعلى قبولك هذه الدعوة، ونورتينا بهالاستوديو بجمالك وبحضورك، والله يوفقك بمهنتك، ويلا دايما خليكي هيك. اوكي، وسلمينا على الاهل جميعا هون وبسوريا. الله يسلمك. اوكي، باي باي. تفضل. بكر، هاي رسالتك، خليها معك، خليك قاعد. بكر، يعني أول شيء بدي أشكرك إنك وثقت بهالبرنامج، وثقت فينا وجيت وحاولت مع هذه الفتاة. أنا سمعت الروايتين، خلاص يعني ما فيك بدك تنصب الإنسان إنه يقتنع، منا مقتنعة. هلا بالمستقبل شو بيصير انتم بعلاقاتكم بالحياة، هذا موضوع آخر. بتتابع، بتحب تضلك مغروم متيم وبتكتب قصايد وشعر وبتشوف بتتابع لها أخبارها، هذا شغلك. بس حاولنا، واكثر من هيك ما فينا نضغط، ما فيني اضغط لحتى امنعها انه لا، خلص انتهينا هون. هالستار ما انفتح، انما بضل في ستارات كثيره بالحياه قادر تفتحها. اوكي.